قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر إن المغرب شريك محوري للاستقرار الإقليمي وإنه يحظى بشراكة عسكرية واسعة. أضاف شينكر الذي يزور الصحراء الغربية للمرة الأولى بعد الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب عليها الشهر الماضي ولقائه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة أنه يعلن بحماس شديد أن العلاقة بين بلاده والمغرب دائمة القوة وتستمر في الازدهار والتطور. من جانبه قال بوريطة إن المغرب يعمل مع الولايات المتحدة من أجل الاستقرار في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل ومحاربة الإرهاب، مضيفا أن مواقف البلدين متقاربة في القضايا الدولية. ينضم إلينا من مدينة الداخلة مراسل الجزيرة المختار العبلاوي. المختار، ما الذي أشار إليه الوزيران في المؤتمر الصحفي بخصوص طموحات البلدين من هذه العلاقات التي وصفها ديفيد شينكر بدائمة القوة والمستمرة في الازدهار والتطور؟ نعم، بالفعل هذه هي الرسالة الأساسية التي يسعى المغرب وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية إلى إيصالها وإلى ترسيخها من خلال هذا النشاط. اليوم نحن نتواجد في مقر القنصلية الأمريكية بمدينة الداخلة. عمليا القنصلية لم تفتح بعد أبوابها بشكل رسمي، ولكن هذه هي الزيارة الأولى لهذا المقر الذي سيشهد خلال المرحلة القادمة مجموعة من التعديلات والتغييرات وفق ما يعتمد في السفارات والقنصليات الأمريكية. هذا النشاط رسميا يسمى تنزيل المرسوم الرئاسي الأمريكي. القنصلية العامة للولايات المتحدة الأمريكية الداخلة في المغرب قبل قليل ألقى السفير الأمريكي هنا في الرباط كلمة أمام الحاضرين، وقال إنه سعيد بأن الولايات المتحدة الأمريكية توسع نطاق تواجد حكومتها لتشمل منطقة الصحراء. لم يستعمل مصطلح الصحراء الغربية، وإنما استعمل مصطلح الأقاليم الجنوبية للمغرب، وهذا كله يندرج في إطار ترسيخ الإعلان الأمريكي الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيادة المغرب على إقليم الصحراء. نشاهد أيضا الآن كلمة لوزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة، والتي سنتابع كنت معنا من الداخل. خلال الساعات القادمة. جزيلا لك.